السلام عليكم يا بنات. ان شاء الله هنعمل الجراب دوت النهارده. انا هشتغل بخيط المكرمية المصري. هشتغل باللونين دولت. ابرة مقاس 5. هبدأ هعمل عقدة البداية. هشتغل عدد من السلاسل بالشكل ده، وهقيس على التليفون اللي هعمل ليه الجراب بالشكل ده كده. هسيب اول سلسلة، وفي السلسلة التانية هعمل غرزة حشو. هعمل سلسلتين، هسيب السلسلة اللي تحت والسلسلة اللي بعديها هعمل غرزة حشو بالشكل ده. هعمل سلسلتين كمان في الهواء كده. هنا هسيب سلسلتين تحت، وفي السلسلة التالتة هعمل غرزة حشو. هعمل سلسلتين كمان في الهواء، وهسيب سلسلة واحدة تحت، وهعمل غرزة حشو، والغرزة اللي بعديها حشو كده. اول واحدة سبت سلسلة تحت، تاني فتحة سبت سلسلتين، الفتحة التالتة سبت سلسلة واحدة. هنرتفع سلسلة، السلسلة اللي بعديها هعمل غرزة حشو، وفي الفتحة هعمل 2 حشو، وفوق غرزة الحشو هعمل غرزة حشو، والفتحة هعمل فيها غرزتين حشو بالشكل ده. وفوق غرزة الحشو اعمل غرزة حشو. اخر غرزة هعمل فيها غرزة حشو. هلف الشغل من الجنب كده، من جنب الغرزة هعمل غرزة حشو، من ظهر غرزة الحشو هعمل فيها غرزة حشو من الجهة التانية. وفوق الفتحة هعمل غرزتين حشو. انا كده بعمل القاعدة بتاعت الجراب. بالشكل ده كده. فوق كل فتحة بعمل 2 حشو. وفوق كل غرزة حشو بعمل غرزة حشو، ومن الجنب برضو كده، من جنب الغرزة هعمل غرزة حشو كده. انا عملت القاعدة بتاعت الجراب، والفتحات دي علشان خاطر الشاحن والسماعة كده. انا هعلم من عند البداية، لاني هشتغل مش هرتفع سلسلة ولا حاجة، هشتغل على طول. الشغل كله هيبقى غرزة حشو.
كده الشغل هيبقى سهل، كله غرزة حشو يعني، هلفه كله بغرزة حشو. كده خلصت اول دور، بدأت تلم معايا بالشكل ده كده. ده مقاس الموبايل. كده انا خلصت اللون الاسود. هغير اللون، انا بعمله بالولاعة افضل من القص. كده هدخل اللون التاني، هشتغل عادي بغرزة الحشو. احاول انضف الخيوط الزايدة ديت وانا بشتغل، بدخلها تحت الشغل بالشكل ده. هكمل الارتفاع اللي انا عايزاه. كده خلصت الارتفاع المناسب ليا. هعمل سطر غرزة منزلقة. بالشكل ده كده. كده خلصت وقصيت الخيط. هنضف طرف الخيط كده ما بين الغرز. بالشكل ده كده. هبدأ اعمل الحزام. هاجي من الجنب كده، دخلت الابرة في غرزتين من جوه، هرتفع سلسلتين في اول غرزة، والغرزة التانية هعمل غرزة نص عمود، والتالتة هعمل غرزة نص عمود. بالشكل ده كده. هرتفع سلسلتين وهلف الشغل، هسيب الغرزة اللي انا ارتفعت بيها، والغرزة اللي بعديها هعمل غرزة نص عمود، والغرزة اللي بعديها هعمل غرزة نص عمود. الشغل كله هيبقى كده. هرتفع غرزتين، والغرزة اللي بعديها غرزة نص عمود، واللي بعديها غرزة نص عمود. يبقى كده الحزام عرضه تلات غرز بالشكل ده كده. كده خلصت الحزام وثبته اليمة التانية بالشكل ده كده.
هعمل دايرتين بالشكل ده. هعمل دايرة سحرية، هرتفع سلسلة وهشتغل جوه الدايرة غرزة حشو. انا هعمل 7 حشو. عشان الاتنين يبقوا قد بعض. هقفل بمنزلقة بالشكل ده. بالشكل ده كده. ياخد غرزة تأمين وهقص الخيط. انا مش هخيط بالابرة او اي حاجة، انا هلزق بالشمع. ما شاء الله بيلزق كويس الشمع. اتكه كويس بالشكل ده كده. لزقتهم الاتنين. عملت العين، ما عملتهاش، ما اشتغلتهاش بالابرة، كانت هتبقى كبيرة لان ده خيط المكرمية، كانت هتبقى حجمها كبير، فلزقتها بالشكل ده كده بالشمع. هي لازقة كويس جدا وماسكة جامد. بالشكل ده كده. ده انا الجيب عملت قطعة كده، عملت سلسلة وارتفعت عليها بغرزة حشو مقاس الجيب اللي انا عايزاه. هتنيها من الجناب بالشكل ده. هلزقها برضو بمسدس الشمع بالشكل ده. احط طبقة كويسة، اتك عليه كويس عشان يمسك. وهعمل الجهة التانية بنفس الطريقة كده. خلصت الجهة التانية ومن تحت نفس النظام. احاول اثبته كده بعد ما عملت من جوه. اي فراغات احاول احط فيها الشمع.
بالشكل ده كده. انا في الاخر لفيت حواليها بفتلة خيط مكرمية من الجناب كده عشان تداري اي شمع موجود باين يعني. وده الشكل النهائي ليه. ان شاء الله يعجبكم.